السلام عليكم متابعين حلوين، شلونكم؟ شلون صحة؟ اليوم فيديو جديد، أكلة عراقية شتوية بامتياز اللي هي اللبلبي. اليوم سويت بكسور العجل. جربوا هاي الطريقة راح تحبوها كلش هواي. نبدي نصلي على محمد وآل محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مثل ما تشوفون حبايبي عندي حمص عدل يعني كامل، حنضيفه بإناء شوية كبير. طبعا نغسله وننظفه وننقعه مي ونتركه لمدة 24 ساعة، يوم كامل حيتضاعف حجمه وتتفتح الحباية شوية حبة الحمص. ونرجع لكم هنا مثل ما تشوفون شلون تضاعف حجم الحباية وتفتحت، طيب حجم شوية أكبر. هنا حبايبي مثل ما تشوفون ضفناه بقدر على النار ونطبقه. طبعا عندي هنا مثل ما تشوفون كسور العجل. مكونات حبايبي اذا تحبون خلونه يستوي ويا الحمص، انا خليته يستوي على جهة بعدين اضيفه ويا الحمص. هاي اختياري اذا تحبون تضيفوه او لا. هنا عندي طحين الحمص. طبعا حبايبي هاي اخذت لي كوب واحد من الحمص بعد ما استوى، طبعا هذا ضروري نضيفه بالخلاط. وهنا ضفت عليه 2 فواشيق كبار اكل من طحين الحمص، وحنبدي نخلطه بالخلاط مثل ما تشوفون حتى ينطي للبلبي القوام التخين. نطحناه كل زين بحيث يكون ما يبين لا الحمص ولا اي شي. وهنا نضيفه للبلبي ونضيف له شوية من البهارات الصفرة او الكركم. طبعا ما مبين بالفيديو، انا ضفت كم سن من الثوم مثل ما تشوفون. وهنا ضفت كسور العجل يعطي نكهة وطعم كلش طيب. هذا السوب ضفته. وهنا حنضيف الملح، ضفنا نص خاشوق اكل. خليه شوية على النار لحد ما يكون شوية ثخين قوامه، بعدين نطفيه. هذا مثل ما تشوفون حبايبي شلون القوام الثخين. مثل ما تشوفون قدمناه بطوس التقديم، وتضيفون وياه ليمون، يا اما قطع ليمون او عصير الليمون حتى يعطي طعم كلش طيب. يا رب ينال اعجابكم. فعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد. شكرا لكم ولمتابعتكم ولمشاهدتكم، مع الف سلامة.